حاسس انك هتوديني في داهيه على فكره. شوفوا الكارثة التي وقع فيها المحاور الدافع وليد إسماعيل. اسمعوا هذا الخبيث. سحبنا امثال محمد بن شمس والطلبه اللي موجودين معاه، شويه الاطفال اللي موجودين معاه هيسحبونا لمنزلق خطير. بدل ما المسلم يعرف الحلال والحرام وان احنا نكلمه في اشياء كبيره جدا 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 يعرف فيها مستقبله، اخدونا لباب الاسماء والصفات. انا بقولها بكل صراحه، لان انت وجهت الناس اساسا قضيه ما كانت الا موجوده في بطون الكتب وما حد بيسال عليها، ولا بيتكلم فيها. الحمد لله. حياك الله. شيخ مصطفى، في بعض الدعاة على اليوتيوب بيطلعوا على اليوتيوب. نعم. بعض الدعاة على اليوتيوب، دعاة نعم. إسلاميين يعني. ايوه، ايه المشكله؟ واحد نشر منهم منشور على مواقع التواصل يعني، قال: الخطاب النجدي العقدي وشروح كتب التوحيد أنتجت الأمة أوسط 3 فرق على مر التاريخ. ما انا مش فاهم، لما افهم ماذا قال. واحد من الدعاة يقول أن الخطاب النجدي العقدي وشروح كتب التوحيد أنتجت للأمة أوسخ 3 طوائف عرفها التاريخ، فما حكم هذا يا شيخ؟ اراه ظالما جائرا. طيب، ويا شيخ واحد من الدعاة أيضا من كم يوم يقول تعلم الحلال والحرام أفضل من تعلم صفات الله، وتعلم صفات الله موجود في الكتب فقط، فما حكم هذا يا شيخ؟ كله ضلال. ما تتمنى الأرض تبلعك مثلا؟ فضحت نفسك يا أبو العريف. نعم. هذا الكلام كلام فيه ضلال. وأنت سيء فضيلة شيخ، وأنت لا تصلح أن تكون أي حد. فيه ضلال صحيح. ضلال وإضلال. هذا من المشهورين يا شيخ. صارك يسد بوزه ويقعد على جنب ولا تتكلم. يعني ما أريد أن أذكر اسمه، ولكن من المشهورين. طب والله يعني كلام، والله يعني صارت هي الفرقة يا شيخ يعني عفوا. لا عفوا، تلاقي ناس ضللة في هذا الباب. السلام عليكم. شفت الجهل لوين بيودي؟ عامل لحالك عم تحذر الناس من الباطل